جاي يفترن علي عوالي ما يمكن مقاتل حربي. والله يا شباب يفترون علي، هاي رابع فرة، يمكن الخامسة يدزوا لي صاروخ يمكن. وش تريدون من عندي؟ وخ 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 وخ، ولو طيارتين لو ثلاثة. خاف عوالهم روسي. يا الله ان شاء الله بعد ما يجون. ولوا عوذا على ابوكم لا ابوكم. ذكروني بالحرب العراقية الايرانية. اي مرة اسولف لكم هاي السالفة. احنا بالحرب العراقية الايرانية احنا بالبيت وقصفتنا طيارة مال ايرانيين، قصفت بيتنا. سبحان الله، شلون ذكريات كلها قصف وضرب واذية. شنو هاي من ذكريات عبود عيع. ايش تسوي شباب، هي هاي حياتي. اي والله العظيم. هسه طبعا جاي اغسل بالقلاص الخاشوقة، وتذكرت وين؟ تذكرت هذا البيت اللي قصفونا به الايرانيين. كنت صغير انا، كلش صغير، يعني عمري ايش قد 6 سنين. اي 6 7 8 بهالحوالي، 6 7 قاعدين ببيت بناحية جلولاء، اسمها المنطقة دور الشهداء. هيجي اتذكر اسمها. بيتنا قباله جبال، بعد قباله جبال. فكانت الحرب الايرانيه العراقيه وتدق الغاره مال النذار. احنا شو مسوين؟ احنا والبيوت اللي يمنا مسوين ملاجئ. هاي بيوتنا وقبالنا الجبال، جاي قبل الصعده مال الجبل حافرين كل بيت قباله ملجأ احنا نبقى بيه. يعني ملجأ شنو؟ حفره وفوقها هيك حاطين شلون تشينكوه، وفوق التشينكو مرجعين تراب ودرج من عندها او هيك زاغور وننزل. بس احنا كنا مسوين درج. ملجأ جوا القاع، هيك ملجأ بقد دائره هيك ام 3 امتار. انا شنو شباب، روحي كانت بالملجأ. تدق الغاره ما تدق الغاره عبد الله بالملجأ. وش عندنا الطابق الاول؟ عندنا دجاج، وعندي انا جرو احمر. والله دقت الغاره ونروح للملجأ. انا من نروح الملجأ اعصب الملجأ. دقت الغاره النوب نروح للملجأ. يوم من الايام خالتي يمنا واحنا باقين بس بالبيت الجهال، وجهال خالتي الثانيه همينه، كليتنا صغار. والله دقت الغاره ما ادري شنو، خالتي ما طلعت، لبست الموضوع. واتذكر رجل خالتي هم كان يمنا بالبيت، واهلنا ما ادري وين كانوا، طالعين بشغله، رايحين بمشوار هيك شيء، ما اتذكر اني طفل. والله شباب ما احس الا صوت الطياره فوقانا، وصوت قصف قاموا يقصفون علينا. بس قصف غريب ها شباب، قصف صار فشي، وانه ابوي العياط مال الجهال وعياط خالتي قمت كل شيء ما افتهم. بس شاب قلت كلبي الاحمر مالي هيجي وجو الدرج حاصرتنا هي هيك، لازمتنا كلنا بزاويه واحده وتعيط، احنا واقفين هيك. والله قصف يمكن ايش قد 3 دقائق، قصف علينا بالطيار وسكت، راح وراها سكتت، خالتي سكتت ما بينا شيء. وصيح زوجها ما بيك شيء، قال لا ما بيها شيء لا تخافين. طلع زوجها فوق والطيار شافه قصفنا، عبال الطيار يريد يضربه او شيء، طيار الايراني. والله المهم ورا ما راح طلعنا ايش لقينا البيت مالتنا كليته منثور نثر. شنو شباب؟ براغي وحدايد ناعمه طابه بالحياطين، وقاموا بالدر نفيس اتذكر يطلعون بيهن وحده وحده. بس البيت كليته تنقرش. بس شنو هذا ضربنا؟ يعني لا صاروخ ضربنا، لا ضربنا شيء. عجيبه والله. شظي كان شظي، وين ضرب؟ يمكن ضرب برا مثلا والشظي طب علينا، ما اتذكر. بعد هيك كانت تتذكر هيك الاحداث. ايام عسيره هي ذيك يمين. وهم صارت بينا خوف. ننام ونفز. ننام. انا شنو لقيت حجه؟ وين انت؟ انا اروح ليقصفون الايرانيين، اروح للخيمه مالتي للملجأ، و24 ساعه بالملجأ. الملجأ شلون جو مال التخييم عبالك. انا احب هيك اجواء. وطاب بالملجأ عبد الله يبوح هيجي من تدق الغاره. عندي عرس. والله يا عويد ولا تقعد راحه. اي والله يا شباب. الاغسل هذا المعون وجهي.
هواي يحبون المشاكل اكو شباب صدقك والله 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 العظيم انا اكتشفت انه هوايه شباب وهوايه بنات يحبون تصير مشكله، يكيفون تصير مشكله بالبيت. نحط البيضه هنا مثلا تصير عركه بين القرايب، عركه بالمنطقه يباعون. والله شفت ناس يقولون يا الله يا الله راح تصير عركه راح تصير مشكله، هيك يسوون يعني ونستهم بالمشاكل. انا لا والله مو من هاي الناس، بس لا من هاي القصف مال الغاره لا كانت ونستي يا بس اسمع الغاره ارتاح. قبل انا ارتحت قلت سمعت فشي يعني عزيز علي دقت يلا شياطين والله شياطين يا غاره مو راح يقصفوك راح يهجمون بيتك مكيف. بس انا اقول لكم اكو غاره من الغارات هبطت بطني، يعني كنت نسمعها يجيني شعور مو طبيعي. قالوا راح يضربون العراق كيمياوي بدري بسنه من السنين، 3 غارات يعني ديروا بالكم راح يضربوكم كيمياوي. اللي يقدر يشتري اقنعه مال كيمياوي له ولعائلته، واللي ما يقدر يكيس بيته كله. واذا وقعت قطره كيمياوي على ايدك او على رجلك على جلدك ها شباب، مثلا وقعت القطره مال كيمياوي هنا يقولون لازم تشيلها هي واللحم تذبها. شنو هاي؟ وجاء ابوي حط البيت كليته مالتنا لايلون، من هذا اللايلون مال المطر الثخين، كليته دق البيبان وما ادري شنو. دقت الغاره 3 بس 3 هذه ما حبيتها هاي لان ما فيها خيمه، مسجونين لنا بالبيت. فوالله مرت علينا ايام وشغلات وشاقات، ماكو شاقه ما طبقوها علينا. اي والله العظيم ايش قد شاقات مشوا علينا. شايف هذا اللي يقول لك كنت طقت جوانا هي كنت طاقات جوايا يبذني الشغلات. ونبقى على ما ننتظر الغاره تطفى هم ترجع تدق لنا، عرفتوا؟ مرات شو تدق غاره مال قصف، يعني قصف نار اللي هي يعني هاي الطويله وام 3 يعني شنو يعني ديروا بالكم اكو طيارات راح تجي تقصف وياها طيارات راح تجي وتذب كيمياوي، يعني شنو هاي؟ ونبقى مثلا النوبه راح تنفتح الغاره مال الكيمياوي، يأشر لك من جديد مال الكيمياوي نفس الصوت يعني انفتحت ماكو راحوا. بس شنو تبقى مال شو اسمه مال القصف ما مفتوحه، لازم ننتظر ورا شويه وتنفتح. مال القصف هم راحت يلا نطلع. اي والله هذا جيل الثمانينات هيك كان عايش شباب. كلها شاقات، ما تشوفونا نحب الشاقات وهاي كل 2-3 مطلعين لنا شاقه جديده. اي شباب فحتى قامت تمشي علينا هاي الشاقات، يعني هاي الشاقه مال كورونا الناس راح تموت، هاي ماتوا العالم هالقد. قبل قلت للبيت قلت لهم هاي شاقه ماكو شيء. قالوا شلون لا شلون ماكو شيء؟ قلت لهم ماكو شيء، صارت لقاحات العالم قامت تموت بالجمله ما ادري ايش على اساس. قلت لهم ما يقولوا لي اقول لهم هاي شاقات، يعني طقنا عليه هواي شاقات مال الحكومات فكلن شاقات. المهم صارت لقاحات ما ادري شنو، رادوا يلقحون قالوا ها نلقح. قلت لهم انا بالنسبه لي ما القح انتم تلقحون. والله شفتهم كلهم مصدقين البيت. قلت لهم انتم تلقحون انا بالنسبه لي ما القح. قالوا نلقح، راحوا للقاحات. قلت اخاف يلقحوهم ذولا ويروح يصير بيهم شيء وانا ما يصير بي شيء، دخل القح وياهم حتى اذا نفطس سويه. واذا ياثر مثلا تاثير سلبي مستقبلا هم ياثر علي عادي انا اقبل، لان عائلتي راح يصير بيها هذا الشيء. فرحنا كليتنا لقحنا. بس كان القرار مال اللقاح منو ودانا؟ ام عبودي وعبودي ولا اني لا. قلت لهم هاي شاقات، وفعلا شاقات شباب. الحد هسه شو تقولوا لي؟ اقول لكم شاقات كورونا وتضرب الابره هذه وراها ابره وفسيزل وفيزل كلها شاقات. يردون اكو شيء يريد يصير ويردون يلهون الشعب. شو يسوون؟ يطلعون فد شاقه كبيره. هذا المكتب الكبير، اكو مكتب كبير هو يتحكم بالعالم كله. قبل يلا عيني هاكم هاي موجوده عندنا شاقه محضريها صار لها 2 ما مشتغليها، سووا هيجي كل شيء جاهز. شلون هسه انا مثلا عندي فيديو اليوم راح ينزل وانا بالبريه، اليوم عندي فيديو ينزل اليوم جمعه وانا جاي اصور، عرفتوا؟ يا ننزل الفيديو من اقعد بالتليفون افتحه، لان انا محضرت اول البارحه كمل، البارحه سويت الصوره مصغره مالته قبل لا اطلع وجاهز الفيديو. فهذول هم يعني عندهم شاقات جاهزه وامور جاهزه لهذا المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يريدون يظلون قاعدين
على الكراسي مرتاحين ويلعبون بالمليارات، والعالم هاي جتك كورونا وجتك الطياره، دق الغاره الثالثه دق الفعاليه، فلا تتاثرون بالشاقات، كلها شاقات وكلاوات. وهسه راح يجيبون لنا بعد شاقات، الصفر وش قد شاقات جات بالطريق. فاليوم رئيس وزراء يعني رئيس دوله، الوزراء البقيه رادوا يصيرون رؤساء، قالوا لهم اوكي يصيروا رؤساء تريدون؟ قالوا لي كم واحد انتم تريدون تصيروا رؤساء؟ فلان وفلان وفلان وفلان، 4. قال لهم تعالوا وياي عندي شغله اللي يحسن يسويها يصير رئيس بدالي. يلا طبوا لي الغرفه، غرفه كبيره مستطيله 8 ب4 كبرها، وبيها 5 كراتين صغار. قال لهم كل واحد من عندكم يفتح كرتونه، والكرتونه هاي بيها فار، 10 فارات 12 فاره، يفتحهم بالغرفه ويرجع يلم لي الفئران بالكرتونه. قالوا له شلون؟ قال لهم اي يلا جربوا، اللي يريد يصير لازم هو يقدر يلزم الفار، هذا الفار يعني نعتبر احنا الشعب، ويلزمه يرجع للكرتونه، اذا الشعب طلع من عنده من السيطره شلون ترجع للكرتونه؟ او شنو الخطه مالتك؟ بلش افتح الكرتونه. اول وزير فتح الكرتونه، الفار كله طشر، ركض منه تعب، قال له ما اقدر. الثاني قال لهم طلعوا الفار هذا برا، طلعوا جوي الناس يعني ذول اللي يشتغلون وياه، طلع الفار قال له يلا هسه تفتح كرتونتك. فتح الكرتونه، ركض وراهم، تعب نفسه، حصل بزعل، لزم بس 2. قال له والباقيات؟ قال له ما اقدر. قال له سير على صفحه. الثالث قال له نفس الشيء، انا راح افتحها ما راح اركض وراهم، شنو اضحك على نفسي؟ ما اقدر، ما افتح الكرتونه، هم راح يصير بيه نفس اللي صار بيه. ليش ما انت تفتح الكرتونه وتلزمهن؟ قال لمن؟ قال للرئيس. قال له يعني هسه اجى السرايا؟ قال له اي. قال له هسه راح افتح الكرتونه والزم الفار كله رجع بالكرتونه. قال لهم اعطوني الكرتونه. اعطوه الكرتونه، لزم الكرتونه، قام يسوي بيها هيج، فار بيها. الفار جوا زي يصير بيه الفار، يتقلب، انثول الفار، انثول. ركز وياي، فتح الكرتونه قلبها، الفار كله هيك بقى يسوي. جاء الفار لزمهن، حطهم بالكرتونه من جديد وحده، ولا تحركن ولا ناصن ولا حاسن. ليش؟ لان دايخات بالشاقات، فهم لازم يطلعون لنا شاقات، يطلعون للشعب شاقات حتى يسيطرون عليه، حتى لا تصير مظاهرات وانقلابات وفعاليات. حقيقة هي احنا مو سياسيين، بس نعرف السياسة كل زين ونعرف وساختها، ولذلك نتجنبها لان دوخة راس وما حلوة. مجرد انت بس تدخل بالسياسة يجيك شعور بعروري بس تسولف فيها. وسلامكم العافية، والريوق الملكي جاهز. يوم من الايام انا نايم، كنت عايش ببيت عمتي قعيدي من الفتره مال الفقر سولفت لكم بيها. والله ساعه بالليل، نص الليل ب3 هيجي، ب3 ونص، دقوا الباب علي. فتحت الباب، عمتي الدنيا مشتعله، شكو؟ قالت المي مسمم ولا يشربون مي. هاي شلون؟ انا عطشانه. قلت لها عمه هذا مي. شنو المي مسمم؟ انا قبل عرفت شاقه. قالت المي هسه ذاعوا بالاخبار، المي كليتها مسمم مال بغداد، لا حد يشرب من المي، العالم دا تسمم ودا تموت. وانا عطشانه قبل. قلت لها هات عمه هذا مي، هات. قالت لا خاف مسمم. قلت لها عمه والله هذا كان بطل كامل وانا اشرب بيه، هذا بقى نصه شمامة الثاني شربي. لا الحين اخاف مسمم. قلت لها عمه والله ما بي شيء، شربت ترفع. قلت لها بس تشربي زين تنتظرين 10 دقائق يمكن اموت. قالت ها لا ما اريد، انا ما عطشانه. يسوون شاقات بالعالم خطيه. وش طلعت من الشارع والمنطقه كلها بالشارع، خو ما شربتوا مي. باوعي لو شنو مره من المرات قاعد انا بالحديقه ومال ببغاء من يمي يفوت، ببغاء منا طير حب منا، بلابل منا دجاجات من يمي. شكو فلونزا الطيور، العالم كلها دجاجات طيور. ليكم عمي والله كان قادر الحيوانات شلون. لميت انا وديت كنت ببيت عمتي نفس الوقت نفس الفتره الزمنيه، وديت لهم بسله خضراء، صندوق اخضر وطابقه على صندوق ثاني تارسه ببغاوات وطيور. قالوا شنو؟ فلونزا الطيور لا تطببن. يا تعالوا والله العظيم كذب ذني بعد كم يوم ينباعن يجيب لهن شده ذني. لا ما اريد ذبحن، ما اريد عبد الله يطببن، الله يخليه. قام عمتي رادت تبكي. قلت لها ماشي. شلون؟ قلت هسه انا عندي مكان وما اترس البيت مالتي كله طيور هاي الغاليه خطيه، وهاي العالم خطيه. ظلت تنتظر شاقه فلونزا الهوايش، طلعوا الهوايش. يا بس فيكم انتم كلها شاقات. شلون مرض هذا اجانا ما شاء الله يا شباب، مرض مو طبيعي. وكورونا
من جاي الكورونا واحد صيني ماكل خفاش، هذا الخفاش شنو ما ياكل الحشرات، هذا الخفاش اللي ياكل يمص الدم، وماكله وقبل لا ياكله مشعوطه وعاصر عليه نومي وماكله وراقص على اغنيه بيتك طيو وصاير هيك. لكم من وين تجيبون هاي الشاقات انتم؟ وهسه جايتكم شاقات بعد شباب كلهن لازم يطقطقون عليكم، بس هم راح يجيبوا لكم هسه شاقات حديثه عمود الواحد يستوعبها، يعني على قد عقليتك. العقليات مال الجيل هسه شنو يسوي لك هيك شاقات جديده يعني متطوره، فانت شيجي تذكرني قول هاي شاقه قل لي عليها عبودي ماشي. قد شاقات يعني كل ما اسمنت تطلع لي شاقه شكل. خب هاي مال فلاونز الطيور يابا، طبقات البيض قاموا يطلعون برا هيك بحاويات البيض الكراتين، ويبقين يخربن ويدوس عليهم بالهذا ويروح البيض كله. الدواجن كلها طلع طير طير طير. والعالم مصدقه، لكم بالقران معودين اصيح بذانهم. الناس اللي عايشين وياي بالبيت اقول لهم ما يصدقون، كيف الغريب.